والسلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة المغرب كوراتيب. إذا فيديو اليوم كيتكلم على آخر استعدادات المنتخبات العربية كمنتخب الجزائر والمنتخب التونسي وأيضا منتخب موريتانيا. اللقاءات الغد إن شاء الله اللي غادي تكون لقاءات حاسمة في التأهل للدور الثاني لهذه المنتخبات، وارتسامات المحللين المغاربة وتحليلهم لهذه اللقاءات. فرجة ممتعة، نتلاقاو في آخر الفيديو إن شاء الله. الجزائر إذن في مهمة صعبة أمام منتخب بوركينا فاسو. الناخب الجزائري جمال بن الماضي خلال الندوة الصحفية اللي سبقت اللقاء شرح أسباب الظهور المتواضع لمنتخب الخضر في بداية المشوار، وتكلم على أزمة نفسية يعاني منها المنتخب بعد بطبيعة الحال خيبات الأمل الأخيرة، الإقصاء والخروج من الدور الأول من آخر نسخة اللي كان فيها المنتخب الجزائري هو حامل اللقب في الكاميرون، ثم الخروج أمام الكاميرون في إقصائيات كأس العالم. نستمع لجمال بن الماضي. C'est vrai qu'on a encore un peu le traumatisme de cette CAN 2021 qui était le début sur deux mois nous avons tout perdu, notre titre de champion d'Afrique, on ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde sur 2 mois, et ce traumatisme il est lourd à porter, mais voilà, je trouve que les joueurs ont répondu présent parce que tout de suite après ça, dès le mois de juin, quand ce qui a suivi ce résultat contre le Cameroun, on s'est remis à gagner à l'extérieur, on s'est qualifié haut la main, on a intégré des jeunes, il y a des choses qui se font avec le temps, ça se fait pas tout de suite. Démarrer dans cette compétition avec l'idée de gagner, c'est se mettre dans les meilleures conditions, c'est pas le cas. Les forces mentales, psychologiques d'un groupe doivent être là pour réagir, et en plus contre une grosse équipe qui est du Burkina Faso. Donc on est là dans ce tournoi-là, si on n'a pas cette force psychologique, on n'a rien à faire dans ce tournoi-là. Donc moi je fais confiance au groupe-là. إذا لا زال المنتخب الجزائري على إيقاع الصدمة. خالد، ويظهر من ملامح المدرب أن هناك مهموم، هنا ملامحه هو رجل مهموم، واليوم لن تكون مهام بالماضي مهام فنية تكتيكية بقدر ما هي مهام نفسية، وكأنه معالج نفساني يجب أن يتحدث إلى اللاعبين ليعيد القطار إلى سكته. أعتقد أن الشوط الأول في المباراة الأخيرة تمكن من إعطاء صورة أعطتنا الانطباع على أن هذا المنتخب سيكبر بمرور الدقائق، ولكن ما حدث أنه لم يستغل الأوقات واللحظات التي كان فيها قويا، وأدى الضريبة بالإضافة بالطبع إلى الإرهاق البدني، العامل المناخ اللي تحدثنا عنه. واليوم أنا أعتقد حينما يتحدث بهذه الطريقة أنه حينما دخل إلى غرفة الملابس بعد نهاية المباراة شعر بأن هناك شيئا ما يحدث على المستوى النفسي والذهني للاعبين، وكأن اللاعبين فقدوا الثقة في أن تكون الجزائر رائدة كما كانت في الماضي. سعيد. وهذا أمر صعب جدا، يحتاج إلى ما يسمى عادة الإلكتروشوك. لو ديكليك. يجب أن يكون هناك شيء ما إيجابي يجعل المنتخب يعود من جديد الى سكه الانتصارات. اكيد، لانه واضح انه من خلال التركيبه ديال المنتخب الجزائري ان المشكل ماشي مشكل فني، ماشي مشكل ديال امكانيات فرديه، ماشي مشكل تقني بامتياز، بقدر ما هو يعني عدم القدره على انك يكون عندك ذاك الفكر التفوقي، ذاك الكونكيرونس كما كانت عندهم واحد الفتره اللي ما كانوش يخمموا بزاف، تيلعبوا تيعبروا على الامكانيات ديالهم داخل الملعب. اليوم استطاعوا على مدار شوط انه يعني يعبروا عليها بمجرد ان الخصم دار محاوله او محاولتين، يعني بحال. ولذلك جمال اكد على هذاك التروماتيزم ديال هذا، لانه شيء صعب، لانه دخلوا بشويه الشك على مدار هذه السنتين الاخيرتين. ولكن كما قال ياسين، راه في كره القدم الامور تتغير بسرعه، يكفي واحد النتيجه، واحد الشوط مثالي مثلا، نتيجه مباراه، مرور الدور الثاني، باش لانه الامكانيات الفنيه موجوده، فقط تبقى ان هذوك اللاعبين يعني يتحرروا ويعبروا على الامكانيات ديالهم. المنتخب الجزائري يعاني، منتخب عربي آخر يعاني وله مهمة جد صعبة. المنتخب التونسي نزار هزيمة أمام ناميبيا اللي كانت يعني يقدمها البعض ك يعني أسهل ولا أضعف خصم في هذه المجموعة، هزيمة أمام ناميبيا، والخصم القادم من مالي. اعتقد ان الخطر هو الان امام منتخب مالي. يعني بالنسبه لي حسابيا يعني منتخب مالي افضل من منتخب تونس بكثير. يعني ليس بسوء المنتخب التونسي المقارنه، ولكن بفعاليه المنتخب المالي وكيفيه تعامل اللاعبين ما بينهما. هو تقريبا اقرب منتخب في فعاليه نعم.
المنتخب السنغالي، يعني عندما تشاهد هايدرا، عندما تشاهد ديانغ لاعب الاهلي، عندما تشاهد ساكو لاعب مونبلييه الذي يلعب في الظهير الايسر، عندما تشاهد ديارا لاعب يانغ افريكا اللي هو ليس محترف في اوروبا، عندما تشاهد تراوري لاعب ريال سوسيداد، عندما تشاهد العديد من الاسماء في منتخب مالي تشعر بان هناك خطر حقيقي على المنتخب التونسي، خاصه انه لم يقدم المستوى المطلوب في المباراه الاولى اما منتخب يعتبر من واحد من اضعف المنتخبات في هذه المجموعه. وعقب ذلك يعني المدرب تصريحاته انا لم اكن سعيد كثيرا، لم اكن سعيدا كثيرا لتصريحات المدرب، وعندما يتحدث عن ان يقارن تونس بانها تخسر المباراه الاولى وتتوج باللقب، يعني دعنا في الاول ننتصر في هذه المجموعه بعدين نتحدث عن التاهل للدوره الثانيه، يعني ستيب باي ستيب، يعني لا يمكن ان تقفز فقط ان تتحدث عن التتويج باللقب وكاننا نحن يعني نلعب وحدنا في هذه البطوله، هناك منتخبات افضل منا في هذه المجموعه. يجب ان نتحفظ على كلمه ضعيف لانه بالفعل تاكد خلال هذه البطوله ليست هناك منتخب ضعيف مع استثناءات بسيطه جدا يعني مقترنه بالامكانيات، مقترنه بنوعيه اللاعبين، ولكن منتخبات ضعيفه لا اتصور بالمفهوم الشمولي، بالمفهوم التكتيكي الفني. ايضا اذا كان المنتخب التونسي سنضع عليه العين غدا لاننا سنشاهد من يا ترى من النسور سيحلق في سماء كوت ديفوار، او نسور مالي ام نسور قرطاج. نتمنى على كل حال نسور قرطاج، ولو انه انا كذلك اتمنى بدر الدين لم يعطونا الانطباع على انهم في افضل احوالهم في مباراه ناميبيا، انما كاين هناك منتخب عربي اخر اعتقد اجتهد كثيرا في تقديم مباراه تكاد تكون نموذجيه جميله جدا امام منتخب بوركينا فاسو، المنتخب الموريتاني المرابطون الذي يعيش تجربه فريده جدا، ولربما غدا قد يكون على موعد مع التاريخ عندما يلعب مع انغولا. انا عندي شعور على ان هذا المنتخب ممكن انه يحقق الفوز غدا على المنتخب الانغولي، وربما يعطيه هذا الفوز حظوظ كبيره للمرور الى الدور الثاني. هذه التفاصيل الصغيره اللي تحدثنا عنها بالنسبه للجزائر قد تكون ايضا بالنسبه لمنتخب تونس. لا ننسى ان مباراه كوت ديفوار الفرق مع نيجيريا لم يكن احد يتخيل. لا الفرق سي با الميم بوتونسيال. لا انا اعرف ماشي انه نفس احيانا البشري انا اعرف نفس الرصيد البشري مواجهات وسعيد موجود ان كان كعب المنتخب المغربي اعلى دائما. وحينما كانت المواجهات تكون مع تونس بتفاصيل بسيطه، بحيل، بطريقه التعامل مع بعض المواقف في المباراه بهدف غادر. قول خالد بخبط التكتيكي كاين المشكل اليوم ديال المنتخب التونسي لو طالون ناقص ولاش طالع، راه من عندهم الموين داج اذا تذكر 27 سنه ونص، يعني باش تمشي في مسابقه في هذه الظروف خالد يكون صعب انا ذكرني هل شاهدت في العالم هدف يدخل بثلاثه مدافعين ولا يوجد مهاجم وتدخل مرمانا ونحرم من كاس العالم. انت تعرف على ماذا اتحدث. اصدقائي رجعوا مره اخرى لسان بيدرو، بحال بدا كيجيكم الجوع شي شويه، نمشيو لسان بيدرو بالكوت ديفوار. الجاليه المغربيه استثمرت كثير في التجاره والمطاعم. فريق دريم تيم ليالي كان قام بزياره لاشهر مطعم متخصص في الاكل المغربي والشهيوات المغربيه، كسكس، طاجين، شاي، نعناع، مقهى لمواطن مغربي اللي تحول الى موعد دائم للجماهير المغربيه هناك لمتابعة ومساندة المنتخب المغربي. نتابعوا هذا الروبورتاج الذي أعدته بعثة البرنامج جلول تويجر وسعيد بوكر. السلام عليكم، يوسف المنوني مقيم مدينه سان بيدرو. مرحبا بكم عندنا اليوم في مطعم الاوريجينال. مطعم الاوريجينال واحد المطعم اللي مغربي درناه باش نخدموا الثقافه المغربيه والاكل المغربي هنايا في دوله الساحل في الكوت ديفوار وبخصوص مدينه سان بيدرو. الحمد لله جات صدفات مع الكاس افريقيا اللي غتلعب عندنا هنايا والمنتخب المغربي غيلعب هنايا عندنا في سان بيدرو. دونك جاو المغاربه من انحاء العالم ومن المغرب وحتى المغاربه المقيمين بابيتشون. تنحاولوا البلاد اللي مشينا لها البلاصه اللي مشينا لها نعرفوا بالسيناتور ماروكان ونعرفوا بلادنا باش الناس كاملين يعرفوا بلي راه المغرب بلاد زوينه والناس ديالها مزيانين. فاش عرفنا بلي المنتخب المغربي غيلعب عندنا هنايا في سان بيدرو صراحه كان من اكثر الايامات اللي فرحت فيهم. صافي بليزير وتنتمنى اللقب ان شاء الله للمنتخب المغربي. إذا نتمنى بطبيعة الحال نتيجة موفقة للمنتخب المغربي. شنو بغيت يا سي خالد؟ انا نمشي في حديث لماذا؟ يا اخي الساعه منتصف الليل وانت تعطينا المصاري ديالنا تتعارك مصارينا وانت حرام عليك يا اخي. إذا أجواء احتفالية هناك في سان بيدرو. كل البسكويت اللي جابوا تاكل. البسكويت تاع جلال، البسكويت جلال. لا وشيء ابراهيم شيء إبراهيم اللي كيلعب دور كبير في التحضير في هذا البرنامج والتغذية. الحديث كذلك عن المنتخب الموريتاني اللي تكلم عليه بدر الدين قبل لحظات. الكل كان ينتظر
وربما بقي الامكانيه هناك انه يكون المفاجاه ان كره القدم في موريتانيا تطورت بشكل كبير في السنوات الاخيره. انا غنعطي الكلام لخالد لانه يريد ان يسيب في هذا الموضوع، ولكن الذي شاهد مباراه موريتانيا امام بوركينا فاسو يخسر المنتخب الموريتاني في الدقائق الوقت بدا الضائع، بمعنى بعد مباراه بعد جهد انا يشكر عليه كمجموعه. انا اعتقد بالمقومات البشريه اللي تكلم عنها نزار والمتواجده في خيول بوركينا فاسو، انما هو استطاع المرابطون استطاعوا ان يكبحوا جماح الخيول لفتره زمنيه طويله قبل ان ينهاروا في اخر ولا ننسى انهم لعبوا في الساعه الثانيه بعد الظهر. نعم. بالظروف المناخيه، بامكانيات محدوده، بهذا تسبق المنتخب البوركينابي الذي راكم مجموعه من التجارب ومجموعه من المشاركات. اعتقد اليوم هناك ورقه ممكن ان يلعبها المنتخب الموريتاني. شاهدنا انغولا لولا لحظه التراخي التي حدثت في المنتخب الجزائري في الشوط الثاني، هناك امكانيه لكي يكون المنتخب الموريتاني اذا كان يظل محافظ على تماسك الصفوف، لان الخوف هو ان تؤدي ضريبه الجهد الذي قدمته في المباراه الاولى. صحيح. وهذا بالطبع شاهدناه عند كثير من المنتخبات تلعب مباراه بدنيه قويه وفيها صراعات وفيها كثير من الجهد البدني، وتاتي في المباراه الثانيه وتنهار، عكس منتخبات اخرى كما شاهدنا نيجيريا لم يكن احد يتوقعها في مباراتها امام الكوت ديفوار. ولذلك هذه التفاصيل التي يمكن ان تصنعها اما فرصه ضائعه، اما عارضه، اما عدم توفيق من الفريق الاخر يعطي فرصه لتعود في المباراه. ولكن بصوره عامه الخط التصاعدي الذي تمضي فيه الكرة الموريتانية يجب أن يتابع باهتمام كبير. سعيد؟ اكيد يعني المنتخب الموريتاني كاين اجماع على انه ربما المنتخب الاكثر تطورا في السنوات الاخيره، كاين مجهود كبير على المستوى يعني الاتحاد. يقاس سعيد بالراس الاخضر، عفوا عن المقاطعه، الراس الاخضر ايضا غير الاستوائيه. الراس الاخضر دائما يستفيد من يعني مواطنون يعني اللي مزدادين في البرتغال ومكونين في البرتغال. يعني ربما الهانديكاب الوحيد كما قال خالد بالنسبه للمنتخب الموريتاني هو المستوى الذي يمارس فيه لاعبيه. يعني في بطولات مضغوطه اللي تتلعب على راس كل 3 ايام، الى اللاعبين ما متعودينش على تراكم المباريات في مستويات عاليه، وما كانتش الخيارات موسعه عند المدرب باش يلعب على شويه عمليه تدوير دون اضعاف الفريق، فغالبا المباراه الثانيه ستكون اصعب من المباراه الاولى عندنا. نتمنى صديقين ان يعني كل النجاح للفرق المغربيه العربيه المشاركه في كاس افريقيا والفريق المغربي كذلك. خليكم معنا اصدقائنا. اذا الاخوان كما شفتوا في الفيديو، فالمحللين المغاربه مع الضيف ديالهم المدرب الوطني واللاعب السابق للمنتخب المغربي سعيد شيبة تكلموا على النقائص والمشاكل اللي عرفتها المنتخبات العربيه كمنتخب الجزائر ولا المنتخب التونسي وايضا المنتخب الموريتاني في اللقاءات الاولى في هذا الكان، وايضا تكلموا على الاشياء اللي لازم هذه المنتخبات تصلحها في لقاء الغد ان شاء الله باش تتجاوز العثره ديالهم في اللقاء الاول والانتصار والتاهل ان شاء الله. الاسباب اللي كما قالوا المحللين فهي غالبا اسباب نفسيه، لان المنتخبات كلهم كيتميزوا بلاعبين اللي هما ذو جوده عاليه وكيلعبوا في انديه كبيره، ولكن المشاكل الاغلبيه اللي عندهم هي مشاكل نفسيه، خصوصا المنتخب الجزائري اللي دائما ملي وصل كاس افريقيا كيتذكر النكسه اللي كانت عنده في الكاميرون وايضا نكسه المونديال، ولذا كنشوفوا اللاعبين كيظهروا بوجه شاحب، وهذا الامر اللي اكدوه المحللين. اذا شكرا لكم مشاهدينا على مشاهده هذا الفيديو، تحياتي لكم، ما تنسوش ايضا الانخراط معنا في القناه، وتحياتي لكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.